جديد ها؟ فرحات يا فرحات. يا فندم. ايوه يا استاذنا. انت يا راجل انت بتغطس تروح فين؟ بقالك يومين ساب العماره. لا مؤاخذه يا استاذنا، اصل كنت في البلد، الحاجه كانت بعافيه شويه فقلت اطمن عليها. الف سلامه يا سيدي. بس يعني لما تكون مسافر وعايز تاخد اجازه ببلغنا. ايوه ما انا قلت للاستاذ حازم، هو ما قالكش شيء؟ لا ما قاليش. عموما شويه كده وعايزك تعدي عليا تجيب لي شويه حاجات من السوبر ماركت، ماشي؟ حاضر يا فندم. فرحات. ايوه. تعال هنا، في موضوع كده عايز اسالك عليه. اؤمر. انت ليه ما قلتليش ان في شقه في العماره مقفوله بقالها سنين؟ مقفوله؟ ايوه مقفوله. الشقه اللي في الرابع بتاعت الاستاذ عطوه اللي ابنه هشام بيجي لك من فتره لفتره ويدي لك الايجار بالسنه. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه حصل. ولما هو حصل ليه ما بلغتنيش؟ والله انا كنت فاكر ان سعادتك خابر يعني. لا ما خبرش. بقول لك ايه، اي حد يظهر منهم تبلغني، ولو معاك نمر تليفوناتهم تدهاني. لا والله ما معايا ارقام تليفوناتهم، لكن وعد يا استاذ اي حد فيهم هيجي اني جاري حاجه بلغ سعادتك. ماشي. حاضر يا استاذ. ماشي. حاضر يا استاذ. وغدا تأتلق الجنة أنهارا وظلا، غدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى. وغدا نسوف لا نعرف للغيب محلا، وغدا للحاضر الزاهر نحيا يا رمزي، نحيا يا رمزي، ليس إلا تصدق بالله انت راجل رايق والله. بقى يا راجل انت تزعل وتتقمص زي العيال وتنكد علينا، وانا ارجع في السكه بقى اقعد افكر اعمل ايه بقى لحسين علشان اخرجه من المود الوحش ده، لان اكيد هرجع الاقيك بوس شبرين ومكشر. ارجع الاقيك بتغني. امال عايز نعمل ايه يا رمزي؟ اعيط؟ ما بعيطش انا كده.